بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بأصدقائي ومتابعيني على قناتي على اليوتيوب. أهلا وسهلا بأصدقائي وطلابي طلاب المراحل الإعدادية بصفوفها الثلاثة المختلفة. درسي اليوم في قسم الجغرافيا من مادة الدراسات الاجتماعية للصف الثاني الإعدادي، ودرسنا اليوم بعنوان توزيع سكان وطننا العربي. يمتلك الوطن العربي قوة بشرية كبيرة تجعله في مكانة متقدمة بين دول العالم. فما هي الطرق التي يتبعها الوطن العربي للاستفادة من هذه القوى؟ وهل هذه القوى البشرية موزعة بالتساوي بين الدول العربية أم لا؟ هذا ما سنعرفه من خلال شرح درسنا اليوم، وبالتوفيق للجميع إن شاء الله تعالى. وهب الله سبحانه وتعالى وطننا العربي أرض طيبة ومناخ متنوع وخيرات كثيرة وشعب متعاون لديه قدرات وإمكانيات تساعده في تحقيق التقدم والتنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية الشاملة من جميع أنحاء الوطن العربي. فالشعب العربي برغم اختلاف أماكن إقامته فإنه يشترك في أنه ينتمي إلى أصل واحد، وتربطهم لغة واحدة ومكان وتاريخ مشترك، ويدين معظمهم بالديانة الإسلامية. أول شيء هندرسه في درسنا اليوم هو نمو سكان الوطن العربي. طيب، في شكل بياني أنا هوريه لكم معايا أهو. الشكل البياني ده اهو بقربه لكم اكتر. ده بيوضح لنا الترابط، بيوضح لنا ارتفاع عدد السكان والنمو السكاني في الوطن العربي. طيب، الشكل اللي انا وريته لكم ده في تزايد مستمر مش ثابت. الوطن العربي آخر إحصائية ليه اتضح إن هو بيتكون من 428 مليون نسمة. ده طبقا لآخر دراسة في عام 2019. أي حوالي الرقم ده بيمثل بقى كام من نسبة سكان العالم؟ بيمثل 5.5% من سكان العالم، اللي هم وصلوا 437 مليون عام 2022. يبقى سكان الوطن العربي وصلوا عام 2022 إلى 437 مليون نسمة. تمام؟ ماشي. نيجي بعد كده عايزين نعرف أسباب ارتفاع معدل نمو السكان في الوطن العربي. إيه السبب اللي بيخلي النمو السكاني بيرتفع سريعا في الوطن العربي؟ يعني ممكن يقول لي سؤال: بما تفسر ارتفاع معدل النمو السكاني في الوطن العربي إلى 2.6% للنمو بالنسبة للنمو العالمي؟ هقول له بسبب ارتفاع معدلات الزيادة الطبيعية وارتفاع معدلات الزيادة الغير طبيعية اللي هي الهجرة من الأوروبيين والأمريكيين اللي بيجوا يعيشوا داخل وطننا العربي. طيب، عايزين نعرف يعني ايه زيادة طبيعية ويعني ايه زيادة غير طبيعية. هنيجي دلوقتي للزيادة الطبيعية. الزيادة الطبيعية المقصود بيها اللي هي الزيادة السكانية الناتجة عن الفرق بين عدد المواليد والوفيات، ودي بترتفع في وطننا العربي بسبب ارتفاع معدل المواليد بصفة عامة وانخفاض معدل الوفيات. ليه؟ ارتفاع المواليد
وانخفاض الوفيات في وطننا العربي. ده بسبب تحسن الأحوال الصحية وارتفاع مستوى المعيشة وتقدم الرعاية الطبية بالنسبة للأطفال. تمام؟ وبالرغم من انخفاض معدل الوفيات في وطننا العربي إلا أنه لا يزال مرتفعا في بعض الدول بتعاني من ارتفاع عدد الوفيات داخل وطننا العربي، ومنهم دولة فلسطين الحبيبة اللي هي الأراضي المحتلة، ودولة سوريا والعراق والصومال. والأربع دول دول بيرتفع فيهم معدل الوفيات بسبب كثرة الحروب والمجاعات. يبقى كده احنا عرفنا الزيادة الطبيعية بتيجي منين وعرفنا أسبابها. نيجي للزيادة الغير طبيعية وهي الهجرة. طيب، ما المقصود بالهجرة؟ اللي هو انتقال الأفراد من منطقة لأخرى بغرض الإقامة والعمل. ممكن يجي لي هنا سؤال يقول لي دلل تؤثر الزيادة الغير طبيعية على النمو السكاني للوطن العربي. أقول له حيث يزيد عدد سكان الدول المستقبلة للمهاجرين زي دول الخليج العربي، دي عدد السكان الطبيعيين بتاعها بيبقى قليل، فبيجي لهم هجرات كتيرة، وده اللي بيؤدي لارتفاع عدد السكان في هذه الدول. تاني حاجة في درسنا اليوم وهي توزيع السكان في الوطن العربي. نسبة عدد السكان بالنسبة للمساحة التي يقومون عليها، دي المقصود بالكثافة السكانية. يعني لما يجي لي سؤال كده في الامتحان يقول لي ما المقصود بالكثافة السكانية، أقول له هو نسبة عدد السكان إلى المساحة التي يقومون عليها. طيب، الكثافة دي بتختلف من دولة إلى أخرى. في دول مرتفعة الكثافة زي جمهورية مصر العربية وشمال العراق وشمال سوريا وبعض المناطق في سواحل الوطن العربي زي مثلا ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب. كل دي دول ساحلية بتتميز بارتفاع الكثافة. نيجي لمناطق متوسطة الكثافة، هنلاقيها زي بعض الجهات الساحلية في بلاد الشام زي سوريا، لبنان، الأردن، كل فلسطين الحبيبة. كل دي دول بتتمتع بكثافة متوسطة. أما لو جينا للمناطق المنخفضة الكثافة هنلاقيها في الصحاري والمرتفعات والجبال زي هضبة الشطوط بدولة الجزائر العربية الشقيقة. وفي مناطق بتبقى نادرة السكان، ودي بتبقى في الصحاري العربية زي الصحراء الكبرى وغيرها. ده بالنسبة للكثافة أو توزيع السكان في الوطن العربي. طيب، هنيجي واحد منكم يقول لي ليه في مناطق مرتفعة الكثافة جدا ومناطق مرتفعة الكثافة ومناطق متوسطة ومناطق نادرة خالص؟ ايه العوامل او ايه الاسباب اللي خلت الكثافة تختلف بين هذه الدول؟ هقول لكم في عوامل طبيعية ساعدت على توزيع هذه الكثافة، ومنها موارد المياه والتربة الخصبة والتضاريس والمناخ. وفي عوامل بشرية ومنها الأنشطة الاقتصادية زي الزراعة والصناعة والتجارة والصراعات والحروب والنقل والمواصلات. وكل ده هنشرحه مع بعض واحدة واحدة دلوقتي. هنيجي للعوامل الطبيعية.
والتي بتتمثل في ايه؟ موارد المياه والتربة الخصبة، حيث يتركز السكان في السهول الفيضية حول مجاري الأنهار، وبيتركزوا في أماكن سقوط الأمطار، وبيتركزوا في مناطق المياه الجوفية في الواحات. وبالتأكيد المناطق الصحراوية هتكون هي أقل كثافة عن غيرها من هذه المناطق. طيب. تاني عامل من العوامل الطبيعية اللي بيساعد على كثافة السكان التضاريس. التضاريس من حيث ايه؟ هقول له يتركز السكان في المناطق الساحلية لقيام الزراعة، وبيقلوا في المناطق المرتفعات، ورغم ذلك يفضل سكان اليمن ولبنان سكن الجبال. ليه؟ ليه سكان اليمن ولبنان بالذات هم اللي بيحبوا يسكنوا فوق المرتفعات والجبال؟ لأن في اليمن واليابان ربنا اختص فيهم المناطق الجبلية باعتدال المناخ فيها، وده ثالث عامل من العوامل الطبيعية اللي بتساعد على الكثافة السكانية. طيب هتقول لي ازاي المناخ بيساعد على الكثافة السكانية؟ هقول لك بيتركز السكان في المناطق ذات المناخ المعتدل والممطر، ويقل السكان في المناطق ذات المناخ الحار والجاف. طيب ده بالنسبة للعوامل الطبيعية. يبقى العوامل الطبيعية زي ما احنا قلنا هتبقى موارد مياه وتربة خصبة وتضاريس ومناخ. طيب هنيجي للعوامل البشرية اللي بتساعد على الكثافة السكانية في وطننا العربي. أقول له الأنشطة الاقتصادية زي ما أنا قلت لكم، اللي هي النشاط الزراعي، النشاط الصناعي، النشاط التعديني، النشاط الرعوي. 4 أنشطة بيساعدوا على الكثافة السكانية، وده أول عامل بشري بيساعد عليه. طيب النشاط الزراعي طبعا ترتفع الكثافة السكانية في المناطق الزراعية مثلما في دولتي مصر والعراق. والنشاط الصناعي بترتفع فيه الكثافة السكانية في المدن الصناعية كما في القاهرة والإسكندرية بجمهورية مصر العربية. النشاط التعديني ده بيساعد على ارتفاع الكثافة السكانية في مناطق التعدين واستخراج الطاقة. ليه؟ ممكن يجيلي هنا سؤال، بما تفسر ارتفاع الكثافة السكانية في مناطق التعدين واستخراج مصادر الطاقة؟ هقوله بسبب توافر فرص العمل وارتفاع الدخل أو العائد المادي على الموظفين في هذه المناطق. النشاط الرعوي وده آخر نشاط، وبتنخفض فيه الكثافة السكانية في المناطق الرعوية كما في الصحاري العربية. طيب ده أول عامل من العوامل البشرية المؤثرة في الكثافة السكانية. هنيجي لتاني عامل وهو عامل الصراعات والحروب. تؤثر الصراعات والحروب على عدد السكان وكثافتهم. ممكن يجي واحد منكم يقول لي ايه دليلك يا استاذ على كده؟ اقول له تعالى وانا اقول لك. بيقتل اعداد كبيرة من السكان، وبيجبر اعداد كثيرة اخرى من السكان على ترك بلادهم. ومن الدول التي تعاني من الصراعات والحروب في منطقتنا العربية هما دولة سوريا ودولة فلسطين المحتلة من قبل الكيان الصهيوني. طيب ده بالنسبة لتاني عامل. تالت عامل من العوامل البشرية ايه؟ اقول له عامل النقل والمواصلات. طب ازاي؟ اقول لك ازاي. يعد توافر وسائل النقل والمواصلات وتمهيد الطرق من العوامل التي تجذب السكان للإقامة والاستقرار والعمل. تمام؟ كده تمام. هنيجي كده احنا خلصنا العوامل الطبيعية والعوامل البشرية اللي بتأثر في الكثافة السكانية داخل وطننا العربي. هنيجي لثالث مشكلة في ارتفاع النمو السكاني في الوطن العربي، وهي المشكلة السكانية.
مشكلة التوزيع السكاني. يعاني الوطن العربي من خلل في توزيع السكان، وهو ما يعرف بالمشكلة السكانية. ليه؟ بما تفسر بسبب العلاقة الغير متوازنة بين عدد السكان والموارد الاقتصادية المتاحة. وهقول لك دول مواردها أعلى من سكانها، ودول تانية مواردها أقل من عدد السكان اللي هم عايشين فيها. في دول عربية عندها زيادة سكانية بالرغم من ضعف الموارد الاقتصادية، وبالتالي لديها ارتفاع في نسبة البطالة كما في سوريا ومصر. هنيجي اليمة التانية هنلاقي دول عربية عندها عجز سكاني بس عندها موارد عالية، وبالتالي لا يوجد عندهم، ما فيش عندهم حاجة اسمها عجز قوى عاملة. وهنلاقي ده متمثل في دول الخليج زي السعودية والكويت. طيب هنيجي نشوف بعض المقترحات لحل هذه الأزمة. منها نشر الوعي بخطورة الزيادة السكانية في دول الفائض السكاني. يعني المفروض دولة زي دولة مصر وزي دولة سوريا يعملوا توعية بين الشعب بأضرار الزيادة السكانية. هنيجي نعمل حاجة اسمها توفير الموارد المالية لإقامة مشاريع كبرى عشان أقدر أشغل نسبة البطالة اللي موجودة في هذه البلاد. أعمل حاجة تالتة، أشجع نسبة البطالة في البلاد ذات الكثافة السكانية العالية دي إن هم يهاجروا للدول ذات الكثافة السكانية المنخفضة. تمام. آخر حاجة هعمل اهتمام بالتعليم وهعمل على محو الأمية. دي بعض المقترحات اللي المفروض أواجه بيها المشكلة السكانية. تمام. ده كده كان درسي النهاردة لطلابي طلاب الصف الثاني الإعدادي، وبالتوفيق للجميع إن شاء الله تعالى. وما تنسنيش في اللايك والشير والاشتراك على القناة حتى يستفيد كل زملائكم داخل جمهورية مصر العربية. وبالتوفيق للجميع إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.